السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. النهارده بقى جاي لكم بروتين حلو جدا باذن الله، ايه شجعكم كده، وان شاء الله الفيديو يعجبكم باذن الله. قلنا نبعد شوية ايه عن المطبخ شوية والطبخ والاكل والحاجات دي. تعبنا بقى طول رمضان. خلاص ما بقاش فيه حاجات الا ايه ايام. والله ايامه جميله جدا وعدت بسرعه. بصوا احنا لسه لسه فاكره اول يوم وبنجهز لافطار اول يوم والحاجات دي. رمضان بسرعه، من اكتر الشهور اللي بتعدي بسرعه بجد والله. يلا يا رب يعدي على خير كده، والعيد يجي كده بالخير واحنا في احسن حال باذن الله. بتمنى منكم بقى ما تنسوش ام وابويا من الدعاء ان ربنا يرحمهم باذن الله. وبتمنى منكم ما تنسوش اخواتنا في غزة وفلسطين، تدعوا لهم كتير جدا يا جماعة بالله عليكم. ربنا يحوش عنهم ويزيح عنهم اللي هم فيه باذن الله، وربنا يفك كربهم ان شاء رب العالمين. النهارده بقى حبيت اعمل معاكم الفيديو الحلو ده. كان روتين كده في عندي. بصوا كان عندي في اليوم ده غسيل كتير جدا والله العظيم. وكان عنده اوضه الاوضه اللي هي الاطفال الصغيره عندي، كانت مكركبه فوق بعضها، وكل يوم اقولها اعملها النهارده لا بكره، النهارده لا بكره. فخلاص اتلاقيت الجو في اليوم ده كان شمس قوي. بصوا شمس موت، شمس حلوه جدا جدا. قلت بقى ايه نطلع الحاجات اللي اقدر اطلعها، اللي هي المخدات والخدادات والحاجات دي. تشمس كده، تاخد لها شوية شمس لحد الظهر، وبعدين ايه انشر الغسيل. فالاول قبل اي حاجة كنت ولعت على الغسيل. على فكرة في جزء اتحذف مني بالغلط، يلا غلطة بقى. حذفته انا، اللي حذفته بايدي. هنا بقى انا بقى شلت الفرشة بقى دخلتها، وبعدين نشرت الغسيل. في اليوم ده والله انجزت وعملت شغل كتير جدا. خلصت الغسيل بقى، وقلت ايه ندخل بقى على اوضه الاطفال نشوف الكركبه اللي فيها. بجد انا ما رضيتش اوريكم الكركبه في الاول كده، وانا داخله اوضه الاطفال ما رضيتش طلعت الحاجه الاول بره زي ما انتم شايفينها كده. اللهم صل عليك يا نبي. المخدات اهي، المخدات اللي كنت مطلعاها في الشمس، والخداديات والبطاطين، وكل حاجه كانت ايه في اليوم ده في الشمس، والشمس كانت حلوه جدا. طلعتها بقى في الصاله كده، وقلت اوسع لنفسي كده في الاوضه علشان اعرف ايه ارتب الاوضه وانضفها كويس. انتوا ما تشوفوهاش بقى دلوقتي، هي كانت قبل ما كانت غاسله قبلها بيوم الالوان. كانت السرير مليان هدوم بقى، وطبقتها وروقتها زي ما انتوا شايفين كده. بس كانت لسه ايه ما نضفتش ولا نفضت ولا اي حاجه، كنت محضره بقى المنظفات والملمع والحاجات دي. كنتش لسه لا مسحت شباك ولا نفضت خشب ولا اي حاجه. اللهم صل عليك يا نبي. بصوا هو الواحد بيبقى ساعات يكسل كده عن الحاجه، بس ببقى غصب عنه والله. وانا الفتره اللي فاتت دي كان عندي مشكله جامده جدا في ايديا. يا رب ادعوا لي بتمنى منكم تدعوا لي كلكم ان ربنا يصرف عنه ويشفيني باذن الله. هنا بوريكم ان هي الحاجه الوحيده اللي كنت عملتها فوق الدولاب، رتبته ومسحت الحاجات، وفرشت على الدولاب من فوق كده جرايد. انا بحب افرش على الدولاب من فوق جرايد، على النيش، بتاع الدولاب المطبخ، اي حاجه عاليه عندي الاسطح العاليه دي بقى ايه بحب انضفها. هنا بقى بعد ما مسكت المراتب بقى نفضتها تنفيضه كويس جدا، وقلبتها ونفضت الشباك ومسحته وخليته فله كده، فله شمعه منوره. بس هنا بقى كان بعد المغرب بعد ما فطرت، لان في اليوم ده تعبت جدا. اللي نفعني في اليوم ده ان انا كان عندي بواقي اكل، فقلت ايه نقضي بها اليوم ده، واغسل وانضف الاوضه اللي انا ايه كنت مكسله عنها وكده. فالحمد لله ربنا قدرني وربنا عني. واللي عندها بقى حاجة تقوم تشطر كده زي حالاتي، وتقوم ايه تروق الأوضة. بجد النظافة بيبقى لها ريحة حلوة جدا. والله العظيم اما اكون منظفة الشقة كده بتبقى ايه حتى من غير معطرات ومن غير اي حاجة. هنا بعد ما مسحت وفرشت السرير والسراير ونظفتها وخليتها زي الفل كده. وانتوا قولوا لي رأيكم ايه في نظامي والفرش بتاعي. يمكن انا اول مرة اعمل روتين كده في اوضة عندي من الشقة، فقلت ايه اعمل الروتين كده في اوضه بما ان هنضفها قلت اصورها معاكم كده ونشجع بعض.
هنا بقى دي انا كنت شاريه شريط سجاد للاوضه دي. انا كنت شارياه من زمان جدا، بقى له يمكن سنه والله. فبعدين ايه، انا من النوع إيه لما باجي عايزه اشتري حاجه مثلا ما بجيبش كل الحاجات مره واحده. يعني انا اشتريت للشقه بتاعتي سجاد كتير، بس ما جبتوش كله مره واحده. اشتريت للمطبخ مره لوحده، اشتريت للاوضه دي مره لوحدها، للسفرة مرة الواحدة، للانتريه مرة الواحدة، عند اوضه النوم بتاعتي الكبيرة برضو كده. ما بجيبش كل الحاجة مرة واحدة، علشان ايه؟ ما ازنقش نفسي، وفي نفس الوقت اجيب الحاجة اللي انا نفسي فيها والحاجة الحلوة. ما اجيبش حاجة اي كلام، يعني اشتريت والسلام وخلاص، لا بجيب حاجة نظيفة. الخامة بتاعت شريط السجاد ده حلوة جدا جدا يا بنات. هي جت بصوا المقاس بتاع الأوضة، لا نافع يجي ما هوش نافع يجي على قد من يملى المكان. لا, لا، يا اما يجي كبير كبير السجاده تدخل تحت السرير، يا اما تيجي ايه زي ما انتم شايفينها ناقصه 5 سم من هنا و5 سم من هنا. فقلت خلاها ناقصه احسن ما تدخل تحت السرير ومش هقدر اشيلها وكده. ف يعني هي ما هتبقاش سجادة العمر ان شاء الله، نجيب ونجدد، وطول ما احنا عايشين واحنا بنجدد ايه وبنجيب الحلو كله، وربنا يحسن ختامنا جميعا. هنا بقى بعد بشوف الجو الجميل ده اللمبة القمر بتاعتي دي هنا بقى فرشت بتاع شريط السجاد، بس كان عسل. الكومودين ده ليه اصلا مفرش تاني، بس دورت عليه ما لقيتوه فقلت احط المفارش دي، عندي منها كتير، فقلت احط المفرش ده. فان شاء الله هوريه لكم باذن الله، نعمل فيها روتين تاني ونجدد فيها حاجات، وطول ما احنا عايشين هنجدد باذن الله. كنت بقى زي ما قلت لكم، مسحت الشباك وخليت الدنيا زي الفل، والدولاب وكله. دي الحته بقى اللي هي او الدواسه اللي بتبقى في الاول الاوضه كده. والشريط بتاعها. قولوا لي رايكم ايه في الشريط السجاده اللي انا جايباه. وما تنسوش بقى اللي مش مشترك عندي في القناه يا ريت يشترك ويعمل لي كومنت حلو وتعليق حلو كده من ايديكم. وما تنسوش تصلوا على الرسول في التعليقات، وتقولوا رايكم في نظامي وترتيبي في الاوضه بتاعتنا. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب الفيديو يعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع الف سلامة وفي رعاية الله. باي.